اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا احنا عملنا الشغلات ونزلناها، وقلنا كمان نعمل لقمة العيال، نعمل مرطة، نعمل كريب. قلنا هنا معايا اللهم صل على كامل النور حبيبي يا رسول الله. معايا هنا المية بتاعت الكريب، هنا معايا قطرة ملح، معلش أنا سايبة معلقة سكر عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني معلقة كبيرة سكر. طبعا هندي الحشو، قصدي عندي الحشوة هنا متبلاها. ثواني خليكم معايا. طبعا حبايبي احنا هنا عندنا برضو احنا حطينا الملح والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندنا معلقتين من الزيت، هنحط كوباية صغيرة كده من الزيت، نقول نص كوباية من الزيت. كوباية صغيرة هي بتاعت الزبادي يا ولاد. كده كله مع بعضه. نجيب بيضاية ولبن بقى من عند كوباية من، والمفروض ما تحطلوش مية بس حسب الإمكانيات، إمكانيات التعبين بلبن خالص ماشي، تعبيني بلبن خالص. لا المية دي كتيرة تقريبا، أنقص منها شوية كده. والزيت نص كوباية برضو. كوباية من اللبن، زود تاني كوباية. لبن اللي هو بخيره، جهينة بخيره. وبيضاية، بسم الله. ربنا يدينا الصحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب كده على خفيف عشان ندوب السكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الصوت يا ولاد. بسم الله. عشان بس البيضة بقى يا بنات حبايبي عجينة الكريب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بنخليهاش تقيلة زي أي عجينة كريب معروف. أنا عندي برضو بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر يا ولاد عشان بس هي كده كده. عشان نسيت الخميرة، مش مشكلة هضربها مع معلقة الخميرة. كتر خميرة عشان ايه بس كده. حطينا السكر، ملح، زيت، بيضاية، اللهم صل على النبي، خميرة. بسم الله. كل اللي احنا حطيناه ده السريع كده. انا عملت بالمضرب عشان ايه ميبقاش فيه كلاكيع يعني. لا بس تحتاج مني دقيق شوية. بسم الله. شوية شوية كده بس. في دقيق يعني ما بياخدش اللي هو السوائل كتير. نقول كده يعني نحسب نص كيلو كده. أنا قلت أشتغل بمضرب البيض ده عشان مش عايزة يعني ما عنديش وقت إن أنا أصفي وما يبقاش فيه كلاكيع.
سنة يعني معلقة معلقتين كده من الدقيق برضو، بحيث انه ما يطلعش ان هما ايه العجينة متطلعش ساقطة قوي ولا تقيلة قوي. يعني تقدري تقولي عجينة الزلابية اللي احنا بنعمله يعني أخف في حاجة بسيطة كده من عجينة الزلابية. كده تمام. مش عايزينها تبقى تقيلة قوي ولا بصوا مفيهاش أي كلاكيع، عشان بس أنا قلت أعملها بالمضرب على السريع كده. يدوب كده خلصت الشربات والبيت بتوزع تحت جودي، قلت أخلص بقى إيه كمان أعمل لهم كريب. أنا صحيت الصبح بدري، أنا ما نمتش من الفجر. معلش أنا آسفة على الصوت، بس كده يا ولاد دي العجينة بتاعت الكريم. شايفين كده نسمي الله كده. يلا بينا. عندي البوتاجاز، أنا هنا عندي الحشوة بتاعت العجينة جاهزة الحمد لله. صحيت الصبح كده منتش من الفجر يا ولاد من فرحتي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. معلش أنا آسفة والله ما عارفة أودي وشي منكم فين كده. طبعا يا ولاد أنا كده عاملة الحشوة بتاعتنا. بصوا يا بنات الفراخ أنا متبلاها أهو، هذه بس أهو. طلعوا بقى التتبيلة بتاعته مع اللبن مع الطماطم مع بصوا مقطعاه كده زي ما شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان فيه اللوم اللي هو بوندي أنا مقطعاه يعني جليان كده مش أنا حبيت أحطهم في الحلة لأنه ما عنديش طاقة تشيل الكمية دي بصراحة. ما عنديش طاقة أشيل الكمية دي ولا. تمام أنا هسيبهم كده مش هقلبهم لحد ما التتبيلة بتاعتهم ينشفوا كده خالص من التتبيلة، وأكون جاهزة بالجبنة الموزاريلا مع الحشو ونحشو بقى الكريم بتاعه. نجيب هنا نجيب الطاسة دي هنا، والطاسة اللي هي دي كده
المنديل ونشف الطاسة دي عشان أحط فيها، بصوا عشان عاوز أخلص، أنا عاوز أحطهم كريباية واحدة كده. عايزة أقول لكم إيه، أصلي عملت عملهم كريباية واحدة وأوزعها على الكل. ونشيل الطاسة دي من هنا، لا نخلي دي هنا عشان دي أكبر. لأن دي أكبر. خلي الطاسة هنا الكريب براحته قبل ما تخلص الحشوة بتاعتنا. هنا عندك اللهم صل على النبي، شايفين الشعلة عاملة ازاي؟ هنمسحها كده عشان بصوا اهي ظبطت النار بتاعتها، عشان ميبقاش فيها حتة عالية بس. يا الله ودهنا بزيت وسيبها نحط يا رب. بسم الله. صراحة أنا بحب أغاني مولد النبي عليه الصلاة والسلام. نوطي النار خالص كده احنا، نرجع على روحك شوية على الصينية نقلبين مش وقت. ما عنديش اللي هو التيفال ده. بصوا بقى طبعا أي حاجة في الوقت الحالي ما عنديش مشاكل، أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوزاها كبيرة الصراحة. أكبر كريباية في العالم، هي صحيح معوقة بس مش مشكلة. معلش يا جماعة حصل خير. لا تفال يا عم، مش فين الكريباية في العالم. يلا بسم الله. يلا بينا اتنفخت. بسم الله. ولا ما انت ماسكاها كده تضيري فيها،
فهي صحيح معوقة شوية، مش سهل يعني، مش قادرة اللي أعمليها أقل من النار عن كده. الألمونيا بقى ربنا يستر عليها. الله يسيئك. صوت الجميل حتى طبعا يا ولاد اقول لكم على الغلطات اللي انا غلطتها عشان محدش يغلط غلطتي. بالنسبة للعجينة ما كانش ناقصها حب معلقتين دقيق بس، تمام. أما بالنسبة للألمونيا نسيت حبيبي، محدش يعمل كريب في الألمونيا بصراحة، عذبتني وأنا حبيت أعملهم، قلت إيه ربنا يهديهم ما تنساش. لكن بصوا اللي هي، لا بصي مع نفسك. شكرا شكرا شكرا. بصوا لا بصي خليكي هنا، هنا تحت الحوض عشان ابقى اغسلها. بصوا خلينا في الاحتفال ارحم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي على قدنا على ايه نبوظ العجينة، حرام نحط عشان نخلص بس كده. الحشوة خلاص جهزت معانا، متبقيش معايا غير ايه بالنسبة للفراخ بقى. أنا كده خلاص خلصنا الفراخ، يعني شرب الصوص بتاعي خالص، مبقاش فيه ولا حاجة. بسم الله. لسه هي ايه، لسه بيضة من تحت. لا خلينا في اللحم. أنا قلت أعملهم واحدتين ثلاثة وأخلص بالكبيرة، ولا إيه؟ طيب أحسن. عملت فيها كم واحدة طالعين زي معواقين كده، كده يلزق، مش هنبقى العذاب كله. أنا معايا الفراخ جاهزة تاني.
الفراخ معايا دي هي ولاد اهي. معايا جبنة موزاريلا وشوكة، قطعت واحدة فلفل عليها وزي الفل. الريحة بصراحة تحفة، الريحة بتاعتها ما مشهية. هنا في العلقة تاني الأهم العلقتين ليا. بصي الورق ما شاء الله، بصي معلقين هنا اللي على قدنا. هذا لهم ونحشي أوريكم الألمانيا واللي جاية منه. نحشي ولاد برضه طعمها تحفة، والله تحفة. أنا عملتها زي على السريع. يلا يلا بصراحة تعبت، منتش من الفجر يا جماعة. كده عشان كده ايه سويت مية. يا الله نطلع نقطتين عشان متلزقش في الحلة بتاعتنا فيها. كده في اليوم بحب اللون ذهبي، حتى أحلى بحب اللون الذهبي ده. معلش عشان جلابيتي متسقطش تحت رجليا بقى ايه بربطها. بسم الله كده كفاية استوت مية مية. ولا تجهني ولا تتعذروا. أنا اللي فكرتها دي من الخميرة. هي لو في بيض يا ولاد ما كنتش احط خميرة خالص، بس انا بيضة واحدة مش هتنفع تعمل حاجة، بس حلوين يقضوا الغرض وخلاص. الحمد لله وشكرا. اللهم صل على سيدنا محمد.
طلعت معجنة. لو النبي ما تلزق، ما صدقت انك انت ايه طالعة حلوة. بقالها كام واحدة ما دهنتهاش. بسم الله. مية مية. يلا بينا. خلاص قربنا نخلص. البصلة بقت ايه مية مية. لما تدي لون كده حلو. بس فصلنا عنها دي. عقبال بكاري عقبال. يا الله. بسم الله. راح تخرج. قافلة الشباك ونسيها. يا سيدنا الله. الله يعني لازم تخليها تمس كويس يا بنات، علشان هنحشيها تاني أو نحطها تاني احنا على النار. لازم احنا ايه نثبت المثلث بتاعها. الجبنة الموزاريلا تسيح فيه والله. الله. ما شاء الله. حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. سريع كده وسبتيها تقعد في مكانها. يعني 3 وحدات كده. خلاص يا ولاد ارجع لكم علشان التليفون حضرته يفصل لي وشغال من الصبح. مع بعض كده في الحشو ونظبط الدنيا مع بعضنا كده. بسم الله. طبعا احنا خلصنا كده يا ولاد. بسم الله ما شاء الله. بصوا الله يا الله. بصوا يا ولاد بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا بصوا معايا أنا. بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات بصوا. دول اللي عملتهم في اللي هو ايه أما بالنسبة بتاعة الألمونيا المعوقة اهي. اهي بصوا اللي أنا عملتهم بسم الله ما شاء الله اهو، اللي هم في التيفال. لما بصوا دول بتوع اللي في الألمونيا.
لا دي بس كانت في التيفال برضه، بس كانت أول واحدة يعني. أهو دول أول اتنين كده، بصوا بس هي ايه استوت زيادة دي. بصوا يا بنات أهو، بسم الله ما شاء الله، يعني أكتر من 10 وحدات ما شاء الله كبار يعني. مش أنا رحت أشوف الكريباب ب70 جنيه، ليه الافتراء ده؟ يعني نقول أهو 2، بسم الله ما شاء الله، 3، 4، 5، بسم الله ما شاء الله، 6، 7، 8، 9، 10، 11، و2 معوقين و2 معوقين اهو. يعني نقول نعملهم واحدة دول كده، أعملهم أنا أتصرف فيهم أهم كده، أحط لهم جبنة موزاريلا هتبقى إيه، هتلزق فيهم تمام، وحتى تتاكل على كده والله. يعني أكلت كمان، أكلت 2 كده حلوين طعمهم زي العسل. طيب احنا نقول بقى أحشي معاكم هنا 2. بصوا أنا هنا دهنت الصينية اللي طلعت لي الكريب معوق، هحطهم في الفرن لأن أنا بصوا أنا فاصلة تماما، رجليا مش قادرة والله العظيم، مش كده بالعافية. هنا يا بنات معايا الحشوة بتاعتنا، ومعاها الجبنة الموزاريلا اللي بتاع اللومي ده، أنا هشيله ونحشي تمام. بس كده، بس أنا هعمل معاكم وحدتين كده يا جماعة عشان مش قادرة أوقف، وهعمل الباقي كده وأنا قاعدة في الصالة كده، هقعد كده وأربع وأحشيهم وأحطهم في الفرن، بدانا ما أنا إيه اللهم صل على النبي. هاي هنا الجبنة الموزاريلا، بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزة تلفيها يعني الجنب اللي هو عاطي لون ذهبي أكتر، تعمليها من ناحية الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجبنة ايه ما شاء الله عليها مثبتة، مش عاوزة تفك. دي كده الجبنة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحشوة كمان، طبعا أنا هلفهم كده زي المحشي أو زي اللهم صل على النبي، زي ممكن نعملها كده. طبعا أنا ما عملتش عجينة عشان نلزق بيها، يبقى خلينا كده. هي عشان صغيرة الواحدة فيهم، فمش عاوزة تتربع تتعمل مثلث. تعالي هنا رايحة فين؟ نخليهم كده، ممكن نصغر الحشو شوية، نحط مثلث زي ما انتوا بتاعوا عارفين يعني. هي أصلا كده كده الجبنة
هتلزقوا في بعض. هي صغيرة على التطبيقة المثلث. نعمل بقى ايه احنا؟ نلفها زي المحشي. تمام. ونحطها على الجنب ده كده. يعني ممكن تتاكل على كده، بس احنا ايه عشان ندلعها شوية كده جبنا السيح. بس السيح الجبنة السيح بس. مش عارفة جايباني الكاميرا ولا مش جايباني بقى. ده بس عشان السيح الجبنة. عليها أفضل الصلاة والسلام. خلوها كده. أنا قربت أخلصهم معاكم. يلا مش مشكلة. الفرن دلوقتي. معلش. شوف بقى معلش يا ولد عشان الصوت. إن شاء الله تكون جايباني الكاميرا. جودي. بصوا يا ولاد هكملهم وارجع لكم تاني. هنعملها زي الكرومبة كده، شايفين؟ عشان ما تفكش منها الحشو. أو زي الحواوشي، احنا مش كنا بنعمل حواوشي يا ولاد؟ خلصهم كده وارجع لكم تاني. بالنسبة للمعوقة دي همسكها دلوقتي أشوف شغلي فيها بقى. احنا هنحشيها من الناحية دي يا بنات عشان هتحط في الفرن وهتدي لون برضه. بسم الله ما شاء الله. بس كده يا ولاد احنا عملتهم زي لفة الكرومبة اهو. بس مش مثلث يعني. لفيتهم زي ما شايفين كده. بس كده هحطهم في الفرن كده يعني يسيح الجبنة بس واطلعهم. ايه رأيكم يا ولاد في الكريب اللي انا عملته؟ ثواني كده اكسر لكم واحدة. خليكم معايا، انا مش عاوزة بس عشان الدوشة مش عاوزة الدوشة. بصوا يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. بصوا الجبنة سايحة. بصوا بسم الله ما شاء الله. دي كده ما فيهاش جبنة كتير يعني. سخنة بس. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم يا ولاد في الكريب ده؟
بسم الله ما شاء الله. أتمنى تعجبكم الطريقة دي كده يا ولاد، وتنال إعجابكم. أتمنى تعجبكم وتنال إعجابكم إن شاء الله يا رب. خليها كده. ايه رأيكم يا ولاد؟ بصوا، بسم الله ما شاء الله. أتمنى تعجبكم. بسم الله ما شاء الله. أشوفكم على خير حبايب قلبي، وفي حفظ الله ورعاية الله. أتمنى تعجبكم الطريقة دي، وكل عام وأنتم بخير حبايب قلبي، وفي حفظ الله ورعاية الله، ومع ألف ألف سلامة.